أنا بالنسبة لي الشتا يعني شوربات، وطبعا أكيد مش هيبقى فيه أحلى من شوربة القرع أو البامكين سوب تتعمل في الجو الحلو ده. أنا بنضف القرع زي ما انتوا شايفين، أنا استخدمت نصها بس، نصها التاني هنعمل بيها فيديو حلو قوي هيعجبكم إن شاء الله. أنا قطعتها ومش بقشرها، ممكن تقشروها بكل سهولة بعد ما بنشويها. بحط صينية وبحط فيها ورق زبدة وبقطع القرع زي ما انتوا شايفين، وبحط معاها كمان جزر بيديها تسكيرة حلوة قوي. بحط راس من التوم او ممكن تحطوا نص راس لو مش حابين نكهة التوم تبقى قوية. رشة بقى كده من زيت الزيتون وشوية من الروزماري. انا مش بحط توابل كتيرة عشان ما اغيرش الطعم، هو ملح وفلفل وبابريكا بس. هنغطيها وندخلها الفرن لحد ما تتشوي بالمنظر الحلو ده. بعد كده هيبقى في حلة بقى نحط فيها كل الخضار اللي احنا شويناه ده. على فكرة انتوا ممكن تحطوا حاجات تانية، في ناس بتحط طماطم، في ناس تحط بصل، ممكن تحطوا بطاطس، اللي انتوا حابينه. بحب بقى احط عليها شوية من لبن جوز الهند مع الشوربة، وبعد كده بضربها في الخلاط وبنحطها على النار وبنظبط الملح بتاعها والفلفل. ده بيكون القوام النهائي. طبعا حاجة رهيبة. ممكن بقى تزينوها بأي حاجة. أنا عندي pumpkin seeds أو اللي هي البذور بتاعة القرع العسلي نفسه، فبتكون ماشية معاه حلو قوي مع رشة من الشطة، أو ممكن تحطوا شوية كمان من كريمة الطبخ. جربوها وبالهنا والشفا.